لكل منا فارس الأحلام ديالها، هذاك الفارس اللي الفتاة كتعلق بالوسامة ديالو وحتى بالشخصية ديالو بدون سابق إنذار. صاحبة حكايتنا الليلة ليلى كتقول ليلى كنتمي لعائلة اللي هي جد عادية، عشت واحد الطفولة ديالي بحال جميع الناس. فاش كبرت شوية كنعقل بلي أنا وبا غادي يدينا، أنا وأختي غادي يدينا لأوروبا وخوتي بقاو في المغرب. فما عرفش صراحه منين نبدا قصتي. الطفوله ديالي ما كتهمش، اللي كنعقل عليه هو انه كنت انسانه متقيه الله وكنت كنخاف مولانا. فمن بدايه المراهقه ديالي او لا قبلها بشويه كان اللي شافني كيجي كيخطبني. ما نكذبش عليكم كانت يعجبني الحال حيتاش كنت انسانه اللي حاسه براسي، كنحس بلي انني مقبوله وعليا الطلب. ولكن انا شخصيا ما كان كيعجبني حتى شي حد. شحال من واحد جا ورفضته وكيقول لي انا كنحماق عليك ليلى وما كنبغيش. في ديك الوقت كنت باغي نكمل قرايتي، ولكن للاسف والديا كانوا تيقولوا لي لا. كنت كنتخطب ابتداء من سن 11 سنه وكنفسخ الخطوبه وتجي خطوبه وبقينا هكا. انا ما كنتش باغا حتى شي حد من ولاد العائله، وكنحس بلي انه هذا الامر في شكل كان اللي تيجي تيقول لي انا كنبغيك كنحماق عليك نجيب لك زوج من حاجه ولا ثلاثه ولا نسكنك فين ما بغيتي. انا كنقول غير لا، واخا كان فيهم صراحه اللي مزيان وكاين فيهم اللي خدام وباقي صغير، ما كانش عيني حتى شي حد. صراحة كان الحلم ديالي أو فارس الأحلام ديالي هو شي زوج اللي متدين بمعنى الكلمة، حتى من المظهر ديالو تكون عنده الحياة ويكون داير الجلباب والأخلاق تكون مزيانة. هاد الحال بقيت غادية بحال هكا. اللي جا كنرفضو حتى وصلت ل 18 سنة، والعائلة ديالي قالوا لي صافي غادي تختار يا إما ولد خالتك يا إما ولد خالك، واحد منهم. أنا ولد خالي وولد خالتي معتبرهم خوتي. قلت لهم لا ما يمكنش، ما قبل حتى شي حد منهم. كيفاش نقدر نعيش مع واحد فيهم كزوج وهو بالنسبه لي اخ او لا؟ كيفاش حتى ندير انه يخليه يتقرب مني؟ المهم هنا غادي يبداو كينوضوا المشاكل. قالوا لي صافي راكي درتي 18 سنه ما عندك فين تزيدي، ما عندكش اصلا الحق انك تختاري. عائلتي كانوا متشددين والاب ديالي ما كنتش حتى تنقدر ندوي معاه ولا حتى نهز فيه راسي ولا عيني. انا اصلا خرجوني من المدرسه قبل ما نطلع للاعدادي وكنت كنتمنى نكمل. خرجوني حيتاش قالوا لي انا صافي في مرحله اللي الناس كيجيو كيخطبوني وباللي كبرت وماشي تنزكي نفسي، ولكن حيت كنت ايضا واحد الانسان اللي عاطيه العين حتى من الهيئه ديالها. هذاك النهار فاش قالوا لي صافي خاصك تزوجي، اختاريت واحد من هذوك اللي قلت لهم ما بغيت حتى شي واحد منهم، لا انني نختار واحد من العائله. هذاك كان واحد السيد اللي كان تيجي عند با، كنقسم لكم بالله الا شي 10 ديال المرات، وبا كان كيرفضو ما كيعطيهش فرصه حيتاش كان عارف بلي انه الاصل ديالو ما مزيانش. انا هذيك الساعه زيروني وما غيجي غير هذاك خينا اللي عمرني ما شفتو في مره اللي غيجي يخطبني من عند با. انا بدون تفكير قلت اللهم فلان ولا ولد خالي ولا ولد خالتي. سمعني با وقال ما تعاود غير الصلاه على النبي. فاحنا اصلا واحد العائله اللي ما تقدريش تهضري ولا حتى تقابحي مع باك. انا اصلا ما شفتش با وما عرفتوش واش كان تيتصنت عليا ولا لا، غير هو سمعني قلت هذه الكلمه قال لي واخ ذنوبك على راسك. نهار غادي نمشي نكتب انا وياه القاعات، فمن الاستحياء ديالي من با ما كنتش هزيت حتى راسي، وهو كان حداه هذا اللي جاي يخطبني. والله ما كنت عارفه حتى وجهه كيفاش داير. انا اصلا صافي كنت باغا غير نتفك من ولد خالي ولا ولد خالتي وهذاك الضغط العائلي وانه ما كيخليونيش نخرج، وكنت كنحس براسي بلي انني محرومه وتنقول ديما لمرت خالي راني كنتمنى يجي شي فارس الاحلام اللي يعتقني من هنا. فنرجع لكم شويه اللور. قبل ما ندير 18 سنه كنت كنجي المغرب وكنعاود نرجع لاوروبا، وكانوا عائلتي وخوتي ما كيخليونيش نخرج ولا ندير شي حاجه. كنت حاضيه غير الشقه والتخمار وصافي. داكشي اللي خلاني انني نتمنى فارس الاحلام اللي يجي يعتقني ويخاف عليا واللي يعوضني على داكشي كامل، حيت داخليا كنت كنحس بالحرمان. كنت ديما كنتمنى نسمع من با وخوتي راه حنا كنبغيوك ولا راكي عزيزه علينا، ولكن كنت ديما تنحس بلي انهم ما كيبغونيش. هذا كان احساس فقط. كنت ديما داخله واحد البيت وشاد عليا وكنجبد المذكرات ديالي وتنكتب غير امتى يجي هذاك فارس الاحلام ديالي اللي يعتقني. منها انه يجي يعتقني من الضغط العائلي ويعطيني الحب والامان، حيت كنت حساسه بزاف. ولكن هيهات ما كنتش عارفه بلي انه بالعكس غادي ندخل لواحد المتاهه اللي كانت غارقه. المهم وافقت على هذاك الزوج وتزوجت به ودرنا العقد وما شفتوش حتى النهار ديال الخطبه الكبيره. ما بغيتش ندير الذبيحه بحكم اني كنت دايره النقاب، درت غير الخطبه اللي كانت كبيره وهنا فين شفتو وما حملتوش. تخيلوا الضحكه ما ضحكتهاش في نهاري. في هذيك الوقت هو ما كانش مازال الحق عليا لاوروبا، انا سبقته وكلشي كان كيقول لي نشوف تصاوركم ديال العرس. فصراحه ما قدرتش وما رضيتش انني نشاركهم دوك التصاور ديال العرس، لانه ما كنتش مفتخره به وماشي هو الانسان اللي كنت نحلم به.
اي واحد شافو كيقول عليه زوين، ولكن بالنسبه لي انا ماشي داكشي اللي كنت باغا. كنت باغا انسان كيشبهني بالحياه ديالو، كيف قلت لكم كيصلي متقي الله لابس الجلباب ديالو لمده سنه، وهو غادي جاي لعندي لاوروبا حتى ولفتو ووليت كنبغيه هاد المده كلها، وانا كندفع عليه الوراق باش انه يستقر معايا، ولكن والو ما بغاوش يخرجوا يتعكسوا. واحد النهار غادي نسمع بلي انه تيغدرني وعنده شي علاقه مع شي وحده، وهنا فين قررت وقلت ليه بلي اننا غادي نتفرقوا، وهو يحرق وجا لعندي وبقى عليا كنموت عليك ما نقدرش نعيش بلا بيك، وانا ما كيهمونيش الوراق وانا بغيتك غير انت. تيقتو قلت الله يسامح، كاع الناس كيغلطوا. المهم دوزنا هذا الشيء كله وهو يجلس معايا، اللغه ما كان يعرفهاش، ما كانش كيقدر يخدم حيت ما عندوش الوراق، واضطريت انني انا نخرج نخدم، كنصرف وكنعطيه، كنخلص الماء والضو ونعطيه حتى راس الماء، ولا نقول ليه هاك غير سير خدم، دير البيع والشراء، دير شي حاجه وما تبقاش جالس. هو اش كيدير؟ كيمشي كيضيع داك راس المال وكيجي وما كنشوف منه حتى شي حاجه، ما كيدخل قرعه ديال الماء هي الاخرى ولا حتى عصير. بقيت معاه في ديك الحاله حتى لقيت راسي حامله، وعشت معاه واحد العيشه اللي لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمله ديالي كلها تيقول لي غادي نقتلك غادي ندير لك، حتى لواحد النهار هربت منه ومشيت وكرشيت فمي، وهو تابعني بواحد الحاله وشو هدرنا في الزنقه. من بعد عاوتاني بكى عليا ورجعت ليه وولدت ولدي، وبقيت انا اللي كنخدم وانا اللي كنعطيه. بقيت غاديه بحال هكاك حيت نقول صافي وليت كنبغيه، وغمضت عيني على بزاف ديال الامور، وهمني بلي انه ما كيشربش، واكتشف بلي انه العكس، ودازت ايام وايام. من بعد ولدي الاول قررت انني صافي ما نبقاش نولد معاه، خصوصا من بعد ما درت عمليه وحيدوا لي شي حاجه اللي قالوا لي بلي انك راك مستحيل دابا انك تولدي. فبكيت وبقى فيا الحال، وانا كنت ديك الساعه شفت واحد الرؤيه فيها سيدنا جبريل عليه السلام اللي كان كيبشرني وتيقول لي غادي تولدي توام. وهنا ربي زادني واحد اليقين في يقين بلي انه عمره ما غاديش يقدر يتخلى عليا. مشيت عند الطبيبه قالت لي مستحيل تولدي واخا تحاولي، ولكن انا داخليا كان عندي يقين من الحلمه اللي حلمت. والكرامه الاولى اللي وقعت لي انني حملت من اول شهر ليا، واما الكرامه الثانيه غادي يقولوا لي بان عندك توأم. بكيت حتى شبعت. من بعد ما درت شي شهوره قالوا لي بلي انه البيبي غادي يموت. المهم وقعوا بزاف ديال الاحداث اللي في الاخر غادي نشوف العوينات نتاع التوأم ديالي. العالم كله قال لي بلي انه ما غاديش تقدري تولديهم بخير وعلى خير. في هاد الوقيته هو كان تيمشي لدوله واحده اخرى وانا كنت كنمشي للمغرب، يعني ما تنطولوش مع بعضياتنا، كندوزو واحد 4 شهور وكنتفرقوا. ما كنتش كنطول معاه باش نعرف الحقيقه ديالو العميقه. المهم دازت واحد 4 سنين ضحيت معاه ومشينا لشي مدن اللي ما لقينا فيهم لا دار لا والو، نعس معاه في الكرتونه وشفت الجوع وصبرت عليه. الحوايج اللي عمرني ما شفتهم في حياتي عشتهم وشفتهم مع هاد السيد. 6 شهور وانا ساكنه في واحد الدار ما نتا حتى شي حد، مهجوره وغير داخلين ليها، وكل مره كنا في قنت حيت ما كانش هو خدام وما كنت حتى انا خدامه. حتى الاخير قلت ليه صافي انا غادي نرجع لبلاصتي اللي فيها عائلتي، فما نقدرش نبقى تابعك بحال هكا متشرده. رجعت بحالي ومشى لواحد الدوله واحده اخرى. عرفت انه هذاك الحب كان غير كلام، اما الحب الحقيقي هو الانسان اللي تيبينها بفعيله. تخيلوا اذا عنده 4 ديال الخبزات تياكلهم غير بوحدو وما يعطيش لولادو ولا حتى ليا. ما غادي نعرف الحقيقه ديالو حتى مشى الوقت للاسف، وما كان بامكاني انني ندير حتى شي حاجه. درت معاه وليدات. من بعد غادي نهبط للمغرب لعند دارهم اش غادي نعاود لكم عليهم. وباش غادي نبدا العجب خرجوه فيا وحوايجي سرقوهم ليا كاملهم. عند بالي راني قافله بيتي عاطيني، حتى كنلقى لوستي لابسه حوايجي، حتى مصبابط اللي دايرين الثمن ما كنقدر لا ندوي ولا نقول حتى شي حاجه حيت عييت ما ندوي. فاش كندافع على راسي سماوني بلي ما رانيش بنت الخير وبلي انا خايبه وانا اللي ما كنسواش. تيقولوا واش كتلصقي فينا السرقه، واش دابا حنا سراقه؟ هي لابسه حوايجي وكتقول لي حاشا واش نكونوا حنا سراقين. تخيلوا غير شي حلاوه الا دخلتها لبيتي باش نعطيها لولادي كيجيو كيديوها كلها ياكلوها. فاش كنجي كنحل البلاكار ما كنلقى حتى شي حاجه. حماتي كتهز لي الشيلان ما بقيتش كنقدر ندوي وليت غير كنسكت. المهم خصوصيه حوايجي كانت منعدمه عند عائلته. تخيلوا مطيشه كانت حماتي كتقفل عليها في بيتها، والثلاجه كانت تبقى خاويه. غير زيت العود اذا بغيت نعطيه لولدي كنلقاه مخبيه. على ذكر هذا زيت العود واحد النهار حماتي طلبت منها غير جغيمه، جرات عليا ولحت لي حوايجي وقالت لي خرجي بالفاظ زنقاويه على نقيطه ديال زيت العود باش نعطيها لولدي نفطروا بها. عمري ما شفت حياتي بحال هذا النوع ديال البشر. وهنا فين بديت كنفهم بلي انني كنت عايشه في دارنا ملكه، وعمر ما طاحت في بالي بلي انه باقي بنادم في هذا الزمان كيخزن الماكله في بيت النعاس بخلا منه. تخيلوا
كنت كنصايب ليهم الحلاوي على الاشكال والانواع. الليل كله كان بس كنقاد، حيت كتقول لي حماتي صبحي لي داكشي مقاد. كنقول لها واخا. تخيلوا الصباح كنوجد لها 6 ديال الطباصل بالاشكال والانواع كتخبيهم في بيتها، ولادها كيدخلوا ياكلوا وانا اللي ضربت عليهم تماره وحيده ما كتعطيهمش ليا، غير نعطيهم لولادي. عمرني ما نسمح لهم حيتاش خرجوا عليهم مرضوني في حياتي. مرت بالتشعويض ديال حماتي وغادي نكتشف بلي انا اكبر مشعوذه، وليت كنطيح وكنطق. واحد النهار تشللت بسبب التشعويض حيت فاش كنت كنغيب كان داك الجن اللي فيا كان تينطق بالاسم ديالها وكيقول كاع داكشي اللي دات بالتفاصيل وبالادله. دعيتها المولانا في هذا الوقت غادي نرجع في حالي لاوروبا، وحلفت لا بقيت مازال مشيت عندهم. حتى هذه المره الاخيره غادي نمشي للمغرب وديت لها حفيدها باش تشوفهم، حتى كنلقاها مزوجه لوسي واللي هو ولدها الاخر، وهي على داكشي اللي كانت دايره فيا كدوزو على مرت ولدها مسكينه. كتلاقى الطلاسيم ديال السحور وكتجي كتوريهم ليا وكتقول لي شوفي اختو شنو دايرين ليا. ولات مريضه وكطيح وكتنتف في راسها مسكينه، ما كتخلي ما دير، كتشقى كتجمع كطيب كطولهم الحوايج مقابله عليهم ولدهم الصغير، وفي نفس الوقت كيعيروها وكيتهموها بالفساد كيف ما كانوا كيتهموني انا مع راجلي. المهم نكمل لكم قصتي. المهم من بعد ما رجعت انا لهنا عند راجلي غادي نلقاه يوميا الشراب ليل ونهار، خصوصا بعد ما حماتي دخلت ليه لراسو بلي انني انسانه فاسده، ولا كل ليله كيجي كيغوت عليا وتيقول لي انت فاسده، وبنات الزنقه عزكم الله احسن منك ب1000 درجه، وغير حيد داك النقاب ما كاينلاش ديريه. كل ليله ما تيجي حتى الفجر كيبدا يعض فيا بحال شي كلبه عزكم الله، والحمي تيخلي ليا كله زرق، علما باللي انه عطاها غير الشراب ما تيصرفش علينا ولا كيعاونني في حتى شي حاجه ديال الدراري. انا اللي كندير كل شيء من طقطق السلام عليكم. فيا الاب فيا الام وكل شيء شاهد على هذا الامر. صابره حيتاش ما بغيتش يحيدوا ليا ولادي ويديوهم ليا الخيريه، كيهددني بالقتل وبلي انه غادي يقطع ليا راسي وغادي يقطعني طرف طرف ويعلق راسي قدام دار با. غادي نعيش في الرعب. وليت كل ليله كنصلي ونسبح ونقول الله يخرج هذه الليله على خير، ها هو غادي يجي من جديد وغادي يكرفسني. غير هو تيحط طوموبيلته قدام الباب ونسمع الباب تحل كنولي كنقفقف وقلبي كيبغي يسكت بالخلعه. مره كيدخل وكيرجع لي اعزكم الله بقوه الشراب اللي شرب، ومره كيتهمني ومره كيعايرني في شرفي. المهم عذبني لدرجه انه واحد النهار غادي يلقى واحد الصوره نتاع واحد المراه شبه عاريه عزكم الله في الانترنت وجابها ليا وقال لي والو انت هي هذه، وبدا يسولني شكون هذا الراجل اللي رسمني. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، هو وامه هي اللي تهمتني بالفساد. 10 سنين ومجموعه مع هذا السيد روشار عمره ما شراها ليا. تنقول لراسي صبري صبري غير حتى يكبروا الوليدات ديالك، وديك الساعه خدمي وما تعقليش عليه. بقيت صابره على الضرب على النتيف كيقجني حتى كنغيب، والنفس ما كتبقاش كتطلع ليا. ولادو تينكرهم بعض المرات، وبعض المرات تيجي عندي انا كنبغيك وما نقدرش نعيش بلا بيك وعمرني ما غادي نعاود، ويحلف ليا ويعاود يرجع لداكشي كيف كان. انا ما عرفتش صراحه واش هذا انسان عادي ولا عنده شي انفصام في الشخصيه. هضرت مع باه الله يرحم ليك الوالدين، قول لولدك يفرقني راني عييت ما بقيتش قادره. كيقول لي غير صبري، دارنا طيبتهم خوتي طيبتهم. وفوق من هذا الشيء كله فيا الخوف من الدوله لا انا تحيد لي ولادي بسبب المشاكل الزوجيه، وهو ديما كيهدد فيا. هاد الشيء كله واحد الليله مشى يقتلني. انا نعيط للبوليس وهما يدخلوا معاه في المحاكم، وليت خايفه على ولادي حيت هما حياتي. بدا كيهددني من جديد حيت جبت ليه البوليس على سعدي وعدي غادي نمشي نحيد الشكوى ديالي، ورجعت ليه بسبب داك التهديد. في نفس الوقت قالوا لي بلي انهم غادي يحرموني من ولادي من جديد، غادي يقول لي غادي نغرقك ونجيب فيك 100 شاهد باش ولادك يدوهم الخيريه وما نخليهمش ليك. وانا خايفه وما عندي كي ندير. اكبر خوفي انهم الدوله تحيد لي ولادي، غادي يشدني من نقطه الضعف ديالي. كل ليله كيتعدى عليا وكينتفني. بقى كنعقل كنت فاتحه يلاه ولدت وورك لي على الفتحه برجليه. كنت بغيت نموت بقوه الالم، وهو كيف العاده ما كانش هنا، كان سكران. من بعد ما بقى كيهدد فيا هاد الليله غادي نعيط ليه على خوتي جاو مساكن تيجريو هزوا لي حوايجي وداوني معاهم. ما دعيتو ما والو، ولكن هاد المره هو اللي مشى دعاني وقال لهم بلي سرقات ليا 100 مليون. منين جاتو عيطوا عليا، وهاد المره انا غادي نقول لهم كاع التفاصيل وما غادي نخبي حتى حاجه، وبلي انني رجعت ليه بسبب التهديد اللي تيدير ليا. اعترفت بكل شيء واللي ليها فوت امر الله وكنموت وكنتقطع خايفه لا يديو لي وليداتي. انا حاليا طلقت منه وعايشه راسي. هو دوز المحكمه وعطاوني انا الحق في وليداتي الحمد لله، واخا باقا المتابعه
المهم هو حرمو من انه يشوف ولادو حيت مدمن خمر وشخصيته ما ثابتاش. هو اصلا الجلسات اللي كان تيمشي لهم كان كيمشي لهم سكران وما مسوقش، تيقول لي اللهم يديوهم ليك ولا يبقاو عندك انتي. واش هذا اب في نظركم؟ هذا راه ماشي اب ولا زوج ولا حتى راجل، ديما ناعس. انا اللي كنخرج كنضرب تماره. طبيب اذا بغيت نمشي ليه والله ما يديني، علما انه الطوموبيل واقفه قدام الدار. حاليا تيقول لي رجعي، ولكن لما غادي نرجع انا صافي من بعد ما طلقت وليت باغا غير نتفك منه. كنتمنى من انه ربي يبعدو عليا ويحفظ لي وليداتي. انا حاليا كنتسنى بحكم المحكمه اللي قريب، واخا حكمت عليا اصلا باش انه يبعد مني وما يقيسنيش والا غادي يديوه، ولكن انا باقا خايفه حيت يقدر يدير اي حاجه. حيت ماشي بزاف فرقع باب الدار ودخل عليا وفرقع الباب بيت النعاس حيت كنسد عليا كنخاف ومت بالخلعه. جاب الله اللي كان خويا عيطت له خرجت سليمه. من نهار عرفتو هو تيهددني بالقتل وانه يبعد عليا ولادي. اكتشفت بلي انه انسان فاشل في حياته وهمو الوحيد هو الخمر والفساد والقمر في جميع الموبقات. الله يستر. وحتى الصلاه ما كيصليهاش وكيحلف عليه كذوب وكيسرق. شوفوا انا غلطت بزاف لانني ما سمعتش كلام والديا من الاول، ويا ريت سمعت كلامهم كنت زوجت الانسان المناسب. دوك الزوج رجال من عائلتي اللي رفضت وكانوا مناسبين هما حاليا مهضيين في عائلاتهم وليداتهم وعيالاتهم، ولكن هذا هو قدري، ما عندي ما ندير والحمد لله عليه. قصه طويله وما قلتش بزاف ديال الحوايج، لكن الاساس في هادشي كله انه اختاريت راسي ووليداتي.